تعالوا بقى النهاردة نعمل الزبادي في أسرع وقت ممكن، وهيطلع معاكي بسم الله بسم الله ما شاء الله بالجمال والحلاوة دي اللي انتوا شايفينها. شايفين الزبادي ده معمول بالظبط المغرب قبل أول يوم رمضان، يعني ليلة السحور ما احنا اتسحرنا كده المغرب الزبادي ده معمول. حد يصدق ده؟ لا صدقني. شايفين الحلاوة والجمال؟ شايفين؟ بصوا بقلبه ازاي ما بيقعش وثابت ازاي. شايفين؟ انا جبته كمان اهو على السحور. عملت الزبادي في البيت وعملت الفول كمان في البيت. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده عسل. توفير ونظافة. طبعا انت بتجيبي ب10 جنيه فول، يعني شوية كده متهيألي دول اكتر منهم. ويعني الحمد لله. شايفين بقى الزبادي كمان؟ الزبادي ده معمول من المغرب والفول معمول من العصر، ليلة السحور بتاع رمضان. كل سنة وانتوا طيبين وبخير. قبل بقى ما نخش كده على الفيديو ونشوف عملنا الحلويات دي ازاي، عملنا الزبادي الكريمي القشطة اللي عليه، ولسه كمان لو قعد في التلاجة يبقى احلى واحلى. عملناه ازاي ودمسنا الفول ازاي في البيت، وطلع معانا بالنتيجة الروعة اللي انتوا شايفينها دي. والله العظيم طعمه وهم. قبل اي حاجة كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك جميل عشان الفيديو ان شاء الله هتستفيدي منه. معانا كده كيلو من اللبن. كيلو من اللبن غليته وسبته يا دوبك يدفى. عمل لي قشطة على الوش، اللهم صل على النبي زي ما انتوا كنتوا شايفينها. حطيت عليهم معلقتين سكر. كيلو اللبن معلقتين سكر، علبة زبادي اهو. ولا بقى خلاط ولا مضرب كهربائي ولا اي حاجة. تقدري تعمليه بالمعلقة او بالشوكة، وكمان تقدري اللي انت تضربيه بالمضرب اليدوي عادي خالص. زي ما انتوا شايفين بوريكم ان اللبن دافي. المقطع ده متكرر بس كويس انه اتكرر عشان الكلام كان تاه مني كده. زي ما انتوا شايفين حطيت عليه معلقتين سكر، واللبن دافي، يعني صباعك كده لو حطيتيه تستحملي السخونية بتاعته، ما يلسعش صباعك. وكمان كوباية زبادي بلدي. حابة تجيبي كوباية شركات عادي خالص ممكن برضو عادي، مفيش اي مشكلة. وهتبتدي بقى تقلبي كيلو اللبن، معلقتين سكر، كوباية زبادي، واللبن يكون دافي. دي كده معلقة كانت فاضلة من بنتي كانت بتاكلها، وفضلت منها كده زي معلقة حطيتها كمان معاه. يعني ممكن تحطي كوباية ونص وهي كوباية واحدة بس كفاية. زي ما انتوا شايفين هنجيب بقى المضرب. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم. تضربي كده بقى حبة حلوين، يعني زي دقيقتين كده. تدوبي السكر حلو وتدوبي الزبادي حلو في قلب اللبن، من غير خلاط، من غير مضرب يدوي، من غير مضرب كهربي. بمضرب يدوي او معلقة او شوكة تقدري تعملي احلى زبادي في اقل وقت، وقت قياسي جدا. ايه بقى اللي يطلع معاكي النتيجة الجميلة الكريمي والوش بتاع الزبادي؟ تجيبي كده كوبايتين كأنك بتعملي عرقسوس. عارفة العرقسوس بالظبط؟ شايفين الرغاوي اللي على وش اللبن دي؟ اهي. هي دي بقى اللي تديك الوش الجميل بتاع علبة الزبادي، او برام الزبادي، او طاجن الزبادي اللي انت عايزاه. ممكن تحطي في كوباية ازاز، ممكن تحطي في كوباية بلاستيك. برضو المتاح عندك، انا متاح عندي الطواجن فحطيت فيها اهو. بعد ما ابتدي بقى انزله من الكوباية دي للكوباية دي، ادربه في بعضه كده مرتين تلاتة اهو. انا باكد عليكم كده كأنك بتعملي بالظبط العرقسوس. انا عايزة الرغاوي دي اهي. تمام كده بقى اتخض، يعني طالما الرغاوي قلت منه شوية كده يبقى اندمج معاه الزبادي، علبة الزبادي مع اللبن. تبتدي بقى تصبيه في الطواجن بتاعتك او الكوبايات، وتحطي في صينية ألمونيا. وانا كنت مسخنة مية اهو. تصبي. عمل معانا قد ايه بقى كيلو اللبن ده؟
عمل معانا 6 طواجن. ال6 طواجن دول بعلبة الزبادي العادية اللي انا فضيتها يدوني من 10 ل12 علبة. شايفين التوفير؟ بتجيبيها بكام بقى؟ ب5 جنيه العلبة الصغيرة. عملتي منهم هنقول 10 علب ب50 جنيه. كيلو اللبن ب40 جنيه. اسمك وفرتي 10 جنيه. والأكتر من التوفير الحاجة البيتي الجميلة في البيت، حاجة بخيرها. اهو حطيت مية سخنة في الصينية. مع المية السخنة دي انا حطيت معلقة من الخل عشان ما تسودليش الصينية. خلي بالك من المعلومة الصغيرة دي، بتفرق كتير. لان انت هتقعدي، يعني انا قعدت من المغرب لحد السحور زي مثلا نقول 6 ساعات او 7 ساعات. دول كافيين ان هم يزرقولي الصينية اللي انا بعمل فيها. بعد ما حطيت كده هجيب بقى لزق استرتش او اكياس بلاستيك اللي عندك، تقدري تحطي كل كوباية تلزقي عليها. انا بقى وفرت ورحت لازقه على الصينيه كلها، وجبت فوطه تقيله عندي ورحت لفاها بيها وحطيتها في اي مكان يكون يعني عادي، يعني مش لازم فرن تكوني مولعاه ولا اي حاجه خالص. اعملي بطريقتي دي الزبادي، هيطلع معاكي النتيجه عسل عسل عسل. تعالوا بقى كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونخش نشوف دمسنا الفول ازاي. جبت معايا كيلو من الفول. كيلو بقى لقيته ب40 جنيه، طبعا كان وصل 50. انا ما لقيته ب40 والفولة بلدي وجميلة كده، قلت يا بنت استغلي الموقف وهاتي كيلو واعملي مرة واحدة وعبي في اكياس وحطي في الفريزر. اوفر وانضف وكل حاجة زي الفل فيه. بعد ما نقحته من بالليل لتاني يوم بعد العصر كده، تمام. بقى زاد معايا زي ما انتوا شايفين الحباية بقت قد ايه. غسلته حلو قوي وخليت ميته شفاف زي ما انت شايفاه كده. جبت بقى معايا ايه اللي هحط مع الفول. جبت جزرايه مبشوره، طماطمايه مبشوره، جبت كوبايه عدس اصفر غسلتها، وجبت ليمونه زي ما هي كده قطعتها 4 تربع. تقدري بقى تجيبي كمان فول مدشوش قد العدس وتحطيه. انا بصراحه اتكلت اللي انا عندي بس لقيت مش موجود، يعني كنت بحسب عندي. ما وقفتش بقى عليه لان كنت برضو مستعجله ومحدش عندي كان يجيب، فمش مشكله خالص. لكن انتي لو عندك فول او تجيبي فول كمان مع مدشوش ربع كيلو يبقى حلو قوي. ده كده على الكيلو. طب مش هتعمليه في قدرة؟ طب ده هيسود ولا هيسود ولا هيجراله حاجة خالص، وهنعمله في الحلة. هتعملي الفول في الحلة وهيطلع معاكي النتيجة زي الفوالة وأحسن كمان، عشان ياخد راحته كده في السوا. لأن أنا الفوالة عندي تاخد من نص كيلو لكيلو إلا ربع، فأنا عاملة كيلو فعملته في الحلة. تعالي بقى أقولك إزاي تعمليه في الحلة كأنك بالظبط عندك حلة ضغط. انت هتحيرينا ولا ايه؟ ولا تحتاري ولا حاجة. شفت الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده؟ تعالي بقى اقولك ازاي تحوليها لحلة ضغط. ورقة ألمونيوم تقومي حطها كده اهو، تاخد غلوتين، وبعد الغلوتين تحطي ورقة الألمونيوم وتوطي عليها، توطي النار. اسود لونه اتغير، بسم الله ما شاء الله. كده خد غلوتين على نار عالية زي ما انتوا شايفين. وبعد كده اوطي النار عليه واكبسه حلو بالورقة الألمونيوم والغطس لحد ما كل حاجة تدوب فيه. وانتظري ان شاء الله فيديو جديد، ومع السلامة.